واش عمرك دخلتي الفراش بغيتي تنعس ولكن دماغك بقى خدام بحال شي فيلم ما كيحبش؟ افكار، ذكريات، مشاكل، حتى كتحس راسك عييتي ولكن النعاس ما كيجيش. هاد الحاله سميتها الارق، تقدر تطور الى ارق مزمن. السؤال المطروح دابا، شنو هو الارق وشنو الفرق بينه وبين الارق المزمن؟ الارق هو ملي كتبغي تنعس ما كيجيكش النعاس بسبب فكره كتبقى تفكر فيها او شي موقف كيكون تابعك خصك تلقى ليه الحل. مثلا غدا غادي يكون تابعك شي امتحان، كون اكيد انك كتبقى تفكر فيه حتى كيطير لك النعاس. اما الارق المزمن هو من نتائج الارق، لانه ما كيبقاش يجيك النعاس لمده طويله، تقدر تبدا من اسبوع الى شهور وتطور الى سنوات. خصك تكون عارف انه كاينين بزاف الناس في العالم اللي ما كيجيهمش النعاس في الليل لمده طويله، تقدر توصل الى سنين، وحتى الى الناس يقدر ينعس ساعات قليله. انا عارفك دابا كتقلب على الحل، واخا ركز معايا مزيان. انا غادي نقسم لك العلاج الى نوعين. اولا العلاج الديني هو الاكثر فعاليه. خاص اول حاجه يكون عندك الايمان قوي بالله، يعني كتامن بالقدر خيره وشره. الا جاتك شي حاجه زوينه فهي من عند الله، وحاجه خايبه فهي اختبار من الله سبحانه وتعالى. كيف ما اليوم تكون خدمتي وربحتي الفلوس، غدا تقدر تمرض وما يبقى عندك والو. وهاد النقطه بحد ذاتها تخليك ديما مرتاح وتخليك تعيش نهار بنهار. بالاضافه الى الانضباط على الصلاه وقراءه القران، وما نساوش الدعاء بالشفاء، لان الله سبحانه وتعالى كيحب العبد الملح واللي كيبقى ديما يدعي. وكون اكيد لبقيتي يوميا كتدعي بالشفاء فغادي يجي النهار اللي غادي تلقى راسك رجعتي لطبيعتك وبديتي كتنعس مزيان. دابا غادي ندوزو الطريقه الثانيه ديال العلاج، وهي العلاج النفسي. غادي نعطيك طريقه بسيطه ولكن فعاله تقدر تخليك تنعس بسرعه. خاص تعرف ان المشكل ماشي في الجسم ديالك، المشكل الدماغ ديالك اللي كيبقى خدام حتى الوقت اللي خاصو يطفى فيه. الحل الاول تفريغ الافكار. قبل ما تدخل الفراش خذ 3 ديال الدقائق فقط، اكتب فيها كلشي اللي في بالك، مشاكل، افكار مزعجه، اي حاجه. الفكره هنا ما كتخليش الدماغ ديالك هو اللي يحتفظ بها، يعني كاع الضغط كتحطه في الورقه. الحل الثاني حاول تحبس التليفون قبل النعاس على الاقل 30 دقيقه، حيت الضوء ديال التليفون كيخلي الدماغ خدام. الحل الثالث خلي الناس يجي بوحدو، عمرك تقومو، خلي الافكار تدوز بلا مقاومه وبلا ما تزيد تفكر فيها بزاف، خليها دايزه. وبلاص ما تبقى تفكر فيها حاول تشغل دماغك بشي حاجه ايجابيه. مثلا قبل ما تنعس قديما تقول استغفر الله العظيم، سبحان الله بحمده 100 مره، 200 مره، 300 مره. وكنصيحه اضافيه، الا بغيتي تسمع القران لانه كيجيب الراحه النفسيه للقلب. في الاخير الا كانت كتوقع لك هاد الحاله بزاف كتبها لنا في التعاليق، وغادي ندير لك فيديوهات بزاف كيفاش تتحكم في الافكار ديالك وتعيش مرتاح. قبل ما نساليو الفيديو ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. السلام عليكم.